انت تعرفي بقى لو جبتي كوبايه سمنه وكوبايه ميه، هقولك على سر اكتر حاجه بتروحي تجيبيها من الافران، واوعدك هتعمليها في البيت وهتبطلي تشتريها. بس كالعاده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك لاختكم وشير مع اصحابكم واعملوا متابعه للصفحه. يلا نسمي وصلي على رسول الله. اول حاجه كده انا بجيب كوبايه من الميه، بنفس الكوبايه دي كوبايه سمنه. السمنه بس تكون ايه بدرجه حراره المطبخ زي ما انتم شايفين كده. بفضيها كل المقدار بتاعي، بحط عليهم بقى 3 معالق من السكر. ممكن تحطي معلقتين بس من السكر مفيش مشكلة. بحط بنفس المعلقة اللي هي بتاعت الأكل العادية، بحط هنا معلقة مليانة من الخميرة الفورية. بنزل عليهم بكيسين من الفانيليا. ممكن تحطي فانيليا سايلة مفيش مشكلة. هقلب بقى كل المكونات مع بعضها لغاية السكر والخميرة ما يدوبوا معايا تماما. لو وصلتوا بقى لغاية النقطة دي ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عشان ناخد حسنتين مع بعض. بعد ما دوبت كويس جدا السمنة مع بقية المكونات بتاعتي، بحط هنا 4 كوبايات من الدقيق. وطبعا بكون نخلاهم كويس جدا، ودولت هيعادلوا معاكي نص كيلو. 4 كوبايات. بحط عليهم معلقة صغيرة من الملح، وبحط عليهم معلقتين كبار من السمسم. هعجن بقى زي ما انتوا شايفين كده لغاية كل المكونات ما تدخل مع بعضها. بس انا مش عايزاكي تبالغي في العجن يعني. مجرد بس ما تعجني العجينة بتاعتك وتدخل كل المكونات مع بعضها، ويبقى معاكي عجينة ناعمة معاكي، مش عجينة بصي هي اصلا المقدار مظبوط، لا هتبقى محتاجة سوائل ولا هتبقى محتاجة حاجة. بالظبط المقدار ما شاء الله مظبوط. ان شاء الله هسيب لكم المقادير في اول تعليق مثبت. بصوا عجنتها ونعمت معايا بنفس الطريقه دي، بس ما بلغتش في العجن. بس دخلت المكونات مع بعضها، مش بنسيبها بقى تختمر، لا احنا بس بنريحها عبال ما نعمل الحشو. معايا هنا اللي هو 400 جرام من العجوة المفرومة، بحط عليها معلقة سمنة، بحط عليهم معلقتين من السمسم برضو، وبتني بقى ايه اعجن العجوة بتاعتي كده لغاية ما تبقى ناعمة معايا ولينة. لازم تبقى لينة معاكي كده. هبتدي بقى ان انا اقسمها على 4 قطع، 4 رولات زي ما انتوا شايفين كده. بس كده وكده تبقى جاهزة معانا. هنا بقى العجين انا مخمرتوش خالص، انا بس عبال ما عملت العجوة معايا كانت العجينة ارتاحت. بقسمها برضو بنفس طريقة العجوة، بقسمها زي العجوة بالظبط. انا قسمت العجوة على 4 على 3، يبقى اقسم العجينة زيها بالظبط. بجيب بقى كده كرات العجين بتاعي بعد ما قسمتها، بفردها بايدي كده، وابتدي ان انا احط الرول بتاع العجوة في النص واقفل عليها بالشكل ده اهو. بفرد وبعد كده بعمل بالظبط العجوة على قد العجينة، وبفرد رول زي ما انتوا شايفين كده، واقفل الجانب اللي بيبقى مفتوح ده. وخلاص على كده خلص بقى، هخلصهم كلهم وبعد كده هسيبهم بس يرتاحوا دقيقتين علشان مش اكتر من كده، علشان اعرف افردهم. كده نبقى خلصنا ال4 رولات زي ما انتوا شايفين كده. بصوا سبتهم بس يرتاحوا دقيقتين وبعد كده فردتهم بكل سهولة. بصوا هيتفرد معاكي الرول بكل سهولة ازاي اهو. بس بالراحة سايسيه كده، ما يبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة. حاولي تخلي الرول كله زي بعضه علشان تبقى المقاس كله زي بعضه. قسمتها على نصين عشان خاطر اعرف هتحكم فيها، وكده هيبقى معاكي المقاسات رفيعة، يعني التقطيعة تبقى رفيعة. هوريكي في واحدة تانية لو انت عايزاها تكون يعني تخينة شوية. بصوا بقى ابتدي بقى ان انا ايه اضغط عليها بايدي كده، وبعد كده امشي عليها النشابة حاجة بسيطة كده، يعني برضو ما تضغطيش قوي. بعد كده بجيب السكينة واقطع السمك القراقيش بتاعتنا بنفس الطريقة دي. بصوا كده هتبقى معاكي رفيعة شوية. حابة تعمليها سميكة شوية هوريكم دلوقتي في واحدة تانية. انا بوريكم برضو كل الاحجام اللي انت عايزة تعمليها رفيعة، عايزة تعمليها تخينة شوية براحتك. بجيب صينية مش بدهنها اي حاجة، وبرص فيها بقى كده ايه القراقيش بتاعتنا. هي فيها مادة دهنية كويسة، عمرها ما هتلزق معاكي في الصينية. ويستحسن ان انت تسوي في صواني ألمونيا، بصراحة بتكون التسوية بتاعتهم حلو. بصي كده انا بفرد الرول اهو، ما قسمتوش نصين. بضغط عليه ضغطة بسيطة، وبعد كده بمشي عليه النشابة زي ما انتوا شايفين كده، بحاول ان انا اظبطه. وبعد كده بقطع الصوابع اهو. شوف السمك بقى ده يعني سميك شوية عن التانية، او تخين شوية عن السمك اللي هي التانية كانت رفيعة. تمام كده يعني براحتك، ممكن تعمليها رفيعة ممكن تعمليها تخينة براحتك. ده بيكون بقى شكلها. بتبتدي بقى برضو بترصيهم في الصينية. هعمل بقى كل التشكيلة بتاعتنا بنفس الشكل ده.
بصوا ممكن برضو ان انت تحطي على الوش سمسم كده، انا بحط سمسم قبل ما احط يعني قبل ما اقطعها بالسكينة اهو، بحط سمسم الاول بضغط عليها وبعد كده بقطعها، لو انت حابة تعمليها بالسمسم. خلصت بقى كل الصواني بتاعتي ما شاء الله، عملوا معايا 3 صواني 4 كوبايات بس من دي، عملوا معايا الكمية دي كلها ما شاء الله. شوفي بقى انت لو رحت تشتريها من بره بتشتري شوية قد كده بمبلغ وقدره، يعني اعمليها اوفر في البيت وسهلة وبسيطة، وتقدري انت تعمليها بكل سهولة. بعد ما خلصت هتسيبيهم يخمروا معاكي 10 دقايق، وبعد كده تكوني مسخنه الفرن بتاعك كويس جدا. هتحطي كل صينيه في الرف الوسطاني وتسويهم بقى على درجه حراره تكون متوسطه، لا هي هاديه قوي ولا هي تكون عاليه قوي، عشان لو هاديه قوي العجوه ما تنشفش معاكي وتبقى محجره ومش حلوه. برضو لو النار عاليه مش هتستوي معاكي كويس، وهتبقى العجينه طالعه مش مستويه خالص. تمام كده، انت حاولي تظبطي التسويه بتاعتهم. بصوا ما شاء الله واخده لون الذهبي من فوق ومن تحت ومظبوطه، يعني تخلي التسويه بتاعتك مظبوطه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما تسويها طلعيها على طول، ما تغطيهاش عشان ما تطراش معاكي، هي بنسيب القراقيش بتبقى كده مكشوفه مش بتتغطى خالص. تمام كده، بتبقى التسويه بتاعتها بصوا زي ما انتوا شايفين كده تحفه. لو حسيتي كده ان هي انا كنت مشغله من تحت بس ما كنتش مشغله الشوايه، بس لما حسيت كده ان هي عايزه تاخد لون من فوق شغلت الشوايه في الاخر خدت لون معايا. ودي بقى كانت النتيجه. بصوا ما شاء الله ناعمه ازاي، ناعمه كده، والعجوه فيها ما شاء الله تحفه طريه، وعايزه اقول لكم خطيره، جربوها في البيت. بصوا ما شاء الله 4 كوبايات عملوا معايا كميه قد ايه، يعني بنصحكم تعملوها في البيت بجد على ضمانتي، مش هتبطلوا تعملوها في البيت، واحسن واوفر 100 مره من بتاعه بره. وبصراحه ساعات بنجيبها كده ما بتكونش حلوه خالص والله زي اللي احنا بنعملها في البيت. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما خدتش معايا 5 دقايق وكنت مخلصه القراقيش بتاعتنا. اعملي منها كميه بقى زي ما انت عايزه، ممكن بقى براحتك تضاعفي المقادير بتاعتنا. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وبحفظها هنا في عادي في اي حاجه بلاستيك كده بس كلها غطا علشان ما تطراش معاكي، او كيس بلاستيك عادي وتربطيه علشان ما تطراش معاكي القريش الحلوه بتاعتنا دي. يا رب يكون عجبكم الفيديو. بتمنى لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي تعليق وتقولوا رايكم في الفيديو، ودعمكم لاختكم بلايك وشير على الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني. مع الف سلامه.